السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا عجبكم الفيديو جديد في قناة الجزائر للألعاب، اعملوا لايك أو اشتراك في القناة. اليوم راح أعلمكم إزاي نعمل صورة لوجو لصورة كفيس أو على اليوتيوب. لازم يكون معك برنامج الفوتوشوب، الرابط تجد هنا أسفل في الوصف. نبدأ على بركة الله. نفتح الفوتوشوب. نفتح برنامج. إذا معك صورة تبعك شخصية أو أي صورة بس تكون واضحة، يعني مثلثة بالضوء، نفتحها. راح أعمل صورة open. لتكبير الصورة اضغط alt وحرك عجلة الفأرة. اضغط alt وحرك بعجلة الفأرة. نروح لعند الزر هذا، حبل مضلع، نقص الصورة بحذر. مو مشكلة إذا بعدت. إذا تبون صورة هذه سوف تجدون أسفل الرابط في الوصف. نقوم بالضغط على كنترول جي، ويجب أن تكون اللغة فرنسية. كنترول جي. الحين نقوم بتحديد الصورة. ثم نذهب إلى الصورة. نضغط على الصورة القائمة، ثم إعدادات، عتب، تابع صورة، إعدادات، عتبة. هون يجب أن تكون الصورة واضحة لتكون هكذا أفضل. هكذا أفضل، يعني تكون تفاصيل الوجه رائعة وواضحة. نضغط موافق. الحين نذهب إلى تحديد نطاق الألوان. يجب أن تخرج لك الصورة هكذا، يعني الشعر أبيض والوجه أسود. إذا خرج
هكذا يعني لن كأنك لم تفعل شيء. إذا خرجت لك هذه الصورة اضغط على لون الشعر ثم موافق. سوف تجدون رابط صورة المجرة أسفل الفيديو. قبل هذا نفتح صفحة جديدة، نكتب هاي الأكواد بيكسل 1920 وهون 1080. موافق. نذهب إلى هون إلى كلمة تدرج. الحين نختار اللون هذا نصفه أكحل وأبيض على ما أظن. هذا موافق. أسف. هذا. الحين نقوم شعاعي. هذا تكون دائرة أسف. نعمل عكس، نكتب 300 أو إذا ما تبون تجدون يعني الصورة رائعة هكذا. الحين نقوم بجذب الرأس، ثم نضغط شيفت الت لنقوم بتكبير الصورة وتبقى واضحة هكذا. قبل هذا يجب علينا الضغط كنترول تي ثم نضغط شيفت زائد كنترول ونقوم بتكبير الصورة، مع العلم أن يجب أن نبقى مضغوطين على الأزرار. الحين هكذا. ثم إذا كان معك مثل هذه الزوائد نقوم بتكبير الصورة Alt والعجلة. نذهب إلى المبحث. نمسح الزوائد. هكذا. نرجع بالآلة والعجل ثم نذهب في صفحة جديدة. نفتح صورة المجرة جالاكسي، ستجدونها في أسفل الرابط في الوصف. نقوم بالضغط على كنترول تي كنترول نقوم بنسخ الصورة كنترول سي. نذهب إلى هذه الصورة ونضغط كنترول في. إذا أتت هذا الشكل نضغط نرفع الطبقة 2 إلى الطبقة 1 هكذا. نطلعوها لفوق يعني. الحين نقوم بالضغط على شيفت الت كنترول تي ثم شيفت الت
ثم نضغط على هذا الزر كصحيح يعني لتصفية الصورة. ذاك. ونذهب الآن إلى هذه المكان، نذهب إلى هذا المكان، نضغط على Alt، وبالتحريك الفأرة نجد مربع جنبه سهم. إذا ظهر هذا اضغط عليه بزر الأيسر للفأرة، تصبح هذه الصورة هكذا. ونقوم بتحريك المجرة إلى أن يعجبكم اللون الذي تريدونه. هكذا أفضل. الحين نقوم بالضغط على كنترول. يجب أن نقوم بتحديد هذين. الحين نقوم بتحريك الصورة إلى المكان الذي تريدونه لتكون الصورة واضحة أفضل. هكذا أفضل. نذهب إلى الكتاب الآن، تجدونه هنا شيء. نضغط ضغطة واحدة ونكتب الحين نقوم بالضغط على الطبقة 2 ثم العودة إلى الكتابة لتغيير اللون، لتغيير الخط. هون تذهب تايمز نيو روم. هكذا. ونقوم بتحريكها بالضغط على هذا الزر سام. ثم نذهب إلى هذه الصفحة ونقوم بالضغط على كنترول جي، فنقوم بأخذها إلى أعلى فوق الكتابة هكذا، ونقوم بوضع الصورة. ثم نفعل كما في السابق، نضغط على Alt وبالزر الأيسر تأتي هذه، ونقوم بتحريك الصورة المجرة إلى أفضل لون تريده هكذا. ثم تحريكها مرة أخرى، تحريك الكتابة نرجع إلى كنترول شيء، نقوم بتحريكها إلى المكان المراد إليه هكذا. الآن انتهينا والقيام بعملية الحفظ. نذهب إلى حفظ الويب والأجهزة، ثم نقوم بالحفظ. علي أن أغير
حفظ. تمت عملية الحفظ. هذه الصورة التي عملناها الآن. لا تنسونا ولا تبخلونا في اشتراك لقناة الجزائري للألعاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.